جينا قال العبيدي بقول باسم القبيله وبعد ما صلي على طه الحبيب بكتب قصيده كلها ضربا مثله واحاول اجعل من كل متباعد قريب. والشعر حكمه والعرب تتداوله، وهل لمن في الحكمه الطارف اديب باقي علينا دي نقوله نعمله والراقب الله المحاسب والرقيب ونشهد ان الرمح يطعن بوله والحضرمي يعرف عاده في العسير والعنف عمره ما يحل المشكله والجوز العوج مستحيل انه يصيد يا صاحبي. سجل قصيدي وانقله واسمع نصايح طيبه من اصل طيب روح حليم النجد مره وزهره والثانيه احتاجها وترك وسيب وياك تسمع له الكذوب وتقبله. القد يفضح صاحبه باول شريط واعفيه وسامح والسفيه يتحمله وكل سيء باد له بالسوء طيب والباب دي باجر بالشر قبله. فاتوا كل كذاب لا منت ليب اذا شطرت انسان بيت مساله نصيحتي لا تستشير الا لبيب في الامور القاسيه والمعضله اسال مجرب قبل ما تسال طبيب. رزق المضمون لا تستعجله اصبر على حسن النفس تلقى زبيب وياك تندم على شيء توكله. دنيا عجيبه والطمع باطل عجيب وذي يحصل صاحبك ولك وله لا تسده ولا تسده وتعامله مثل الغريب ونسيوق عليك لا تقلد ديوله وتحاكي العالم من الشام القصيب والشخص ذي ما تعرفها لا تجهله وفي المعارف كل واحد له نصيب. هنيت له من هو قبي هنيت له يعيش طايش في شبابه والمشيب لا قلت له مخطي ضرب لك امثله بين فتك مخطي ولا وحدك مصيب لا يعرف الصايب ولا يرتاح له ولا دعوا المصايب يستجيب الشيخ ذي يملك صفات المرجله وتحصره دوما مع اصحابه قريب. اذا حضرت تضمن حلول المشكله وان غاب تضمن طلعته بعد المغيب. رجال عاقل ما يحب المعقله والصدق ذي خلاه في قومه نقيب والحر ما يرضى لحد البهدله والجيد في وقت الشدايد ما يخيب. قال والجيد في وقت الشدايد ما يخيب واقول لكم ايش عندي اكبر مشكله فسالة الصاحب وتقدير النسيب والداء لا قد حل ما يستأصله الا الكلام الزين والفعل النجيب وغبني على ان يمشي يدرب بالمفصله ما باقع رجال وهو دايم يعيب والفصل تبقى نظرته بين رجله ما يذكر امه يرى منها حليب وشار يقول حي الله من سمع.